قد انتهت حلقة مثيرة للغاية مليئة بالتساؤلات. بدأ أراس يفقد نفسه، فكلما اقترب من الحقيقة عاد إلى نقطة الصفر، مما أرهقه بشدة. في المشهد الأخير اختلطت الأمور، ثم تعرض لحادث مع ليلى، مما سيضعه في موقف صعب للغاية. أعتقد أنهما سينجوان دون إصابات خطيرة، لكن هذا الحدث قد يكون بداية عهد جديد. بعد الحادث تذكر أراس صدماته الماضية، ونادى باسم ديمير لم يكن أراس واعيا تماما، لكن ليلى كانت عيناها مفتوحتين، ومن المرجح أنها سمعت ما قاله. مع ذلك فإن سماع اسم ديمير صراحة لأول مرة قد يغير مسار شكوكها تماما. في الحلقة الجديدة أعتقد أن ليلى ستسعى لكشف الحقيقة التي يخفيها أراس، وستبدأ في إدراك ارتباطها بديمير. هنا قد تقودها وثيقة تجدها ليلى أو ذكرى من الماضي إلى الحقيقة، صورة قديمة أو ملف مخبأ في فيلا أكايا، أو حتى تعليق عابر من شبنم قد تثير شكوك ليلى. أخفاها كان وشبنم العديد من الحقائق، ليس فقط عن أراس بل عن ليلى أيضا. في البداية قد يشعر أراس بالأذى، ظننا منه أنه لا يثق به، لكن عندما يرى كيف يقاتل وحيدا للعثور على أخيه أعتقد أنه سيقف إلى جانبه. ستلعب ليلى دورا هاما في كشف سر أخوتهما. يواجه أراس قوة هائلة غير متكافئة، فهو يحاول محاربة عائلة أكايا بمفرده، لكن عائلة أكايا دائما ما تسبقه بخطوة. لقد استنفد هذا الوضع المتواصل صبر أراس تماما. أعتقد أن هذه الدوامة ستنتهي، وسيحاصر أراس عائلة أكايا بشدة. إنه متأكد من أن الطريق إلى الأمر يمر عبرهم، وقد يتخذ خطوات أكثر قسوة من الآن فصاعدا. مع ذلك في الحلقة الأخيرة تصرفها كان بقسوة شديدة تجاه أراس لأول مرة، وهدد علنا، لكن عندما أدرك أن أراس لن يتوقف غير أسلوبه. أيضا قد يدفع الحادث الذي تورط فيه أراس وليلى صبرها كان إلى أقصى حدوده. سيحملها كان أراس مسؤولية الحادث ويحاول إبعاد ليلى عنه. في الحلقة الجديدة سيركز على أراس. قد نشهد تحركات أكبر منها كان الآن. يحتاج أراس إلى من يساعده في هذا الصراع ومواجهة عائلة أكايا. كنا نظن أن هذا الشخص سيكون صراحات، لكن في الوقت الحالي لا أمل من صراحات أيضا، لأن صراحات لا يستطيع الكلام، فهو لا يفضح عمن يعرفه، ويخضع باستمرار لسيطرة هاكان وشبنم. مع ذلك أعتقد أن شخصية صراحات أهم بكثير ممن كنا نظن، فخوفها كان الشديد من إبعاد صراحات عن أراس يظهر مدى أهمية ما يعرفه. قد تكشف خطة صراحات صادمة هنا، فرغم أنه يبدو عاجزا تماما وخاضعا لسيطرة الآخرين، أعتقد أنه مدرك لكل ما يدور حوله، حتى وإن كان